الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أول شيء نشكر معزبنا أبو محمد، فالله يكرمه ويكثر خيره وما هي غريبة عليه. أشكر اللجنة الثقافية، أشكر لكم من حضر، أشكر جميع المشرفين على هذا اللقاء، وأخص بالشكر أستاذنا وحبيبنا أبو خالد الدكتور عبد المنعم الشيخ. أصر علي أن أتكلم وأنا ماني جاد من محصل موضوع، يعني مرة في مواضيع أهم، ولكن بإصرار لمدة أسبوع من لازم أتكلم. فوجدت موضوع عندنا يأتينا في العيادات، موضوع مرة مهم والناس غافلين عنه، وهي الخصية المعلقة. تجد الأب أو الأم جايين بطفلهم بعد 5 6 سنوات، ويقول لك يا دكتور من متى لاحظت؟ قالت من الولادة، لكن أخذت لها فتوى من إما جارتها، والله أخذت فتوى من طبيب في مستشفى خاص، والله في مستشفى عام، والله في طوارئ، وجاتنا و5 سنوات وتكون الخصية ضامرة أو شبه منتهية. والمصيبة تزيد لو كانت في الجهتين، فكأنها حكمت على ابنها بالعقم مدى الحياة. فلذلك الموضوع أحس أنه مرة مهم، وأحس أن في رسالة مجتمعية ممكن ترسل من هذه المنصة. نبدأ بسرعة كذا. الخصية، تكوين الخصية في فترة الجنين تبدأ من الأسابيع الأولى، ويكون التكوين هو ذكر أو أنثى في تفاصيل دقيقة جدا لا يعلمها إلا الله، هل هو ذكر أو أنثى. المهم تفصيلها طويل، لكن إذا تكونت الخصية تكون خلال ال6 أشهر الأولى، وتتكون الخصية ثم تبدأ بالنزول، تكون في الظهر ثم تبدأ بالنزول حتى تنزل إلى أسفل البطن. وفي قناة اسمها القناة الإربية، الإنجوانا الكنال، القناة الإربية تدخل معها ثم تنزل على كيس الصفن تحت حتى تستقر في الشهر الثامن من عمر الجنين في بطن أمه في أسفل كيس الصفن. هذا هو طريق الخصية المعلقة. في نسبة 3 إلى 4% من الأطفال يولدون الخصية تكون ما هي نازلة، يعني كل 100 ولادة في 3 إلى 4 حالات يكون عندهم خصية معلقة. لو كان الطفل خديج ممكن تصل ل 10%، يعني الأطفال الخدج خصوصا على 30 أسبوع 32 أسبوع ممكن تكون الخصية بنسبة 30 10 حالات في كل 100 ولادة يكون عندهم خصية معلقة. طيب، ايش وظيفة الخصية؟ هي ليش الخصية لو كانت فوقان ليش اسوي عملية؟ وايش وظيفة الخصية؟ طبعا الخصية فيها خليتين مهمة جدا جدا. واحدة تنتج التستوستيرون هرمون الذكورة، وهذه الخلية قوية جدا جدا. والثانية تفرز الأمشاج الذكرية، الحيوانات المنوية، وهذه الخلية مرة ضعيفة. سبحان الله بقدر الله. درجة الحرارة كلنا نعرف في الجلد تكون 37، وداخل تجويف البطن تكون درجة الحرارة 39، وداخل كيس الصفن تكون درجة الحرارة 35. ايش تعريف الخصية المعلقة؟ تعريف الخصية المعلقة ان الخصية تتوقف في هذا الطريق، اما تكون داخل تجويف البطن، او انها تكون داخل القناة الإربية، او انها تخرج من القناة الإربية، او تجي فوق كيس الصفن وتتوقف. هذا تعريفها. طيب شو الفرق بينها وبين الخصية الشاردة؟ الخصية الشاردة خصية تنزل عادي تحت ويكون كل شيء طبيعي، لكن عنده عضلة نشطة مرة هي تخلي الخصية أغلب الوقت فوق. فلازم يشوفه واحد متخصص على أساس يفرق هل هي خصية شاردة أو خصية معلقة، لأن الخصية الشاردة علاجها ملاحظة، والخصية المعلقة لازم تعمل لها عملية مبكرة. فإيش يحصل في الموضوع؟ الخصية هذه إذا ما أنزلت زي ما قلت لكم في خليتين مهمة. الخلية رقم 1 اللي تفرج التستوستيرون ما تهتم، حتى لو كان درجة الحرارة 37 ما عندها مشكلة. المشكلة في الخصية أنها حساسة جدا للحرارة، فزي ما قلت لكم لو كانت داخل تجويف البطن درجة الحرارة 39، فيكون نسبة أن الخصية تعطب أسرع. لما تكون في منطقة الإربية درجة الحرارة 37، فتكون درجة الحرارة أقل، لكن هذه بعد 6 أشهر تبدأ تأثر على الخلية اللي تنتج الحيوانات المنوية، لكن ما تأثر على الخلية اللي تنتج التستوستيرون إلا بعد 5 6 سنوات. لذلك سبحان الله بفضل الله وعلم الله جعل هذا الخصية تحفظ في كيس الصفن. من الأسباب درجة كيس الصفن 35 درجة مئوية، فلذلك هو المكان الحافظ لهذه الخصية. فإذا خليت الخصية في المنطقة الإربية، وهي أغلب الحالات تكون 80% في المنطقة الإربية، يكون أن الخصية تضرب بسرعة. طبعا كل الدراسات أثبتت أن بعد 6 أشهر تبدأ الخصية تتأثر. الخلية اللي تفرز الحيوانات المنوية بعد 6 أشهر تبدأ تتأثر بالحرارة.
الله خلقها في مكان يجب أن تكون في هذا المكان. لو أنها تأخرت وحصل أي شيء يجب على الأم والأبو لا يأخذون أي فتوى إلا من صاحب الفتوى، صاحب التخصص، إما جراح أطفال أو جراح مسالك أطفال. يعني الرسالة إن ما تروح لطبيب عام ولا تروح لأي مكان، إما عندك اختيارين، إما ولا طبيب أطفال، حتى طبيب أطفال ممكن ما يكون عنده الفتوى الكاملة فينا، مو في تخصصه، فإما تروح لجراح أطفال أو جراح مسالك أطفال، هذول الاثنين هم المتخصصين بهذه الشغلة. ضروري جدا إن يتدخلون في الوقت المناسب. طيب لو ما سويت العملية، الخصية المعلقة سواء كان تجويف البطن أو في المنطقة العربية، شو يحصل؟ واحد، تكوين الحيوانات المنوية، فبكل سهولة أن تضرب الخصية. اثنين، الخصية لما تكون موجودة فوق، الله من أسباب أنه وضعها في كيس الصفن تكون معلقة، أحيانا تيجي ضربة فما في شيء وراها يكون لها، لكن لو كانت في هذه المنطقة وراها عظم ممكن أي ضربة بسيطة ممكن تكون ما بين فكي كماشة، فممكن أنها تنفجر الخصية، ممكن أي شيء. فهذا السبب الثاني، يعني السبب الأول الإنجاب، السبب الثاني إنه يكون نسبة الإصابة أقل، السبب الثالث إنه يكون فيها افتاق غالبا بنسبة 90%، فممكن يجي افتاق. السبب الثالث الرابع ممكن يحدث فيها التواء، فلازم أثبتها. هذه كلها أسباب إني لازم أسوي الخصية المعلقة. السبب الأخير والأقل إن الخصية المعلقة هي عرضة للسرطانات، هي نسبتها 20 مرة أكثر من الطفل العادي أن تحدث فيه سرطانات. هل لو نزلت الخصية تحت أنا أمنع السرطان؟ لا، أنا ما أمنع السرطان، بس أقل شيء الخصية أمامي، لو حدث أي تغير أنا أقدر أكتشفه مبكر وأعالجه. طيب ما هو الوقت المناسب لعمل الخصية المعلقة؟ آخر دراسة كانوا يقولون 4 سنوات 5 سنوات، بعدين قالوا 1.5 سنة، بعدين سنة، بعدين الآن كل الدراسات تقول إن الخلية اللي تفرز الحيوان المنوي هو تبدأ تأثر بعد 6 أشهر. فأنا أنتظر 6 أشهر. ليش أنتظر 6 أشهر؟ ل3 أسباب. السبب الأول إن الحرارة ما حتأثر على الخلية اللي تفرز الحيوانات المنوية، فهي آمنة في ال6 أشهر الأولى. السبب الثاني، ال6 أشهر الأولى هي فرصة أن الخصية تنزل من وحدة تحت، فإذا ما نزلت بعد 6 أشهر مستحيل أنها تنزل بعد. السبب الثالث أن الطفل يتحمل التخدير بعد 6 أشهر، فلذلك الوقت المناسب لإنزال الخصية مو 9 أشهر ولا سنة ولا 1.5 كما يقول كثير من الناس، أفضل وقت لها هو 6 أشهر. فلذلك أنا الرسالة اللي أقدمها للمجتمع أن الأم والأبو هم مسؤولين، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤولين عن طفلهم، وهو أمانة في أعناقهم، فما يترك الطفل ويأخذ إشارات مختلفة. الطفل أول ما يولد يكون عنده خصية معلقة، يراجع به عند طبيب جراح أطفال أو مسالك أطفال، وهو يسوي له الخطة العلاجية، وبهذه الطريقة تكون أنت لديت عليه اللي عليك، وجزاكم الله خير.